الله الرحمن الرحيم. شكرا للمنظمين لهذا المؤتمر على الدعوة لاختتامه، وشكرا أيضا على اختيار تونس لاحتفال هذا المؤتمر. حرية التعبير عبر الإنترنت. ربما كان هذا المفهوم من المفاهيم الخيالية قبل سنوات مضت، أي قبل ثورة 14 أن نتحدث عن الإنترنت في ذلك الزمن أو قبل ذلك الزمن، نعم كان موجودا بالفعل، ولكن نتحدث عن حرية التعبير عبر هذه الوسيلة، فربما كان ذلك من درب الخيال. كلنا نعلم أن تونس كانت من أكثر الدول قمعا لهذه الحرية. كلنا نعلم أيضا أن الحرية لا تمنح، وقد بينت الوقائع أن الحرية لابد أن تفتك. ولاحظ كلنا أن حرية التعبير كانت المحرك الأساسي حتى تنطلق ثورات الشعوب في العالم العربي انطلاقا من تونس. لكن قد يكون هناك مبادرة. أن ما وقع في تونس كان وليد لحظة زمنية. أن ما وقع في تونس هو نتيجة تراكمات لتطور التكنولوجيا الذي أدى إلى تطور سلوكيات وعقليات. لم يكن من السهل أن تجمع الآلاف من المواطنين في الساحات دون هذه التقنية، ودون الاقتناع بأن هذه التقنية يكون لها دور فعال ودور أساسي، دور حول وجهة التاريخ في بلادنا. تراكمات نتيجة لما يسمى بتطور اللامادية. اللامادية تأسست إثرها الثقافة، la culture de l'immatériel، وترجم ذلك على مستوى وجود الحقوق والحريات، وليس وجودها فقط بل ممارستها. في اعتقادي أن منظومة الحريات وحقوق الإنسان لا تتغير في جوهرها بتغير الأساليب في تطورها من أساليب التعبير مادية إلى أساليب لا مادية أو غير مادية. لكن هذا التطور يجب أن يدعم هذه الحريات وهذه الحقوق. هذا التطور يجب أن يجعل هذه الحريات وهذه الحقوق مواكبة للتطور التكنولوجي، بمعنى أنه إذا كان هناك تطور تكنولوجي فلا يجب أن نعبر ذلك عن عكس في الحماية، بل الأمر على خلافه، يجب أن يقع تطوير هذه الحماية. ولعلكم فهمتم أن تطوير هذه الحماية يقتضي التقليص ويقتضي تقنين الرقابة، باعتبار أن تلك الرقابة ضرورية ولكنها يجب أن تكون بدورها مقننة. إشكالات طرحت فيما يتعلق بالجرائم المنظمة والجرائم يسمى الجرائم العابرة للقارات وجرائم الإرهاب. كل هذا يطرح إشكال الموازنات بين ضرورة احترام الحقوق الفردية واحترام الحريات ومنها حرية التعبير واحترام السلامة والاستقرار. إذن هناك ضرورة في أن يوجد توازن بين ضمان الحريات والحقوق من ناحية وضمان احترام حقوق الغير والنظام العام من ناحية أخرى.
أعلم أنكم أرهقتم بمقتضى الأشغال التي كنتم فيها، وأن الاختتام ينتظر بفارغ صبر، ولكن أقول إنه ليس من باب الصدفة أن تدعى وزارة العدل لاختتام هذا المؤتمر. وزارة العدل هنا تأتي ليس بسؤالها عن وقائع أو عن قضايا، إنما تأتي نتيجة لدورها أقول الطبيعي أو العادي في سن القوانين. والسؤال: هل يجب قوانين لتأطير الحريات، حرية التعبير والأساس؟ هل هناك قوانين كثيرة؟ هل يجب أن يزيد على هذه القوانين؟ هل نحن بحاجة إلى قوانين؟ أغتنم هذه المناسبة لأقول إنه لا يجب في كل الأحوال انتظار التشريعات. يجب أن لا ننتظر القوانين، وهذا هو في الواقع مفهوم الحرية أو معنى الحرية، أن نكون ممتلكين أو أن نكون أصحاب حرية في التعبير، فمن باب حماية هذه الحرية أن لا ندع المشرع يتدخل أو أن لا نحث المشرع على التدخل، بالعكس أن نترك المشرع بعيدا. ستقولون لماذا؟ هذا من باب ما يقولون إنه من قواعد حسن السلوك أو من منتوج ما يسمى بمدونات حسن السلوك. هذه المدونات التي لا تقوم على قواعد تشريعية، التشريع الذي يقوم على القاعدة القانونية التي تنتظر جزاءها عند وقوع مخالفتها، لكن أن يكون الشخص متمتعا بحرية ما، أن يمارسها في إطار حدود هو الذي يضعها، هو الذي يتفق مع غيره على وضعها. لماذا؟ لأنه في كل مرة يترك المجال واسعا لممارسة حرية دون قيود شخصية ذاتية إلا وكان المشرع متدخلا بالضرورة. وتعلمون أن في كل مرة يتدخل المشرع إلا ويكون تدخله قاسيا بقدر ما يستطيع أو على قدر ما يحاول أن تكون قواعده ملطفة، فإنه من باب الضرورة ومن باب النتيجة أنه إذا تدخل تدخله سيكون مجردا غير لين غير طيع إلى الضرورات. بالتالي الدعوة تكون أن كل شخص يقيد حريته بذاته، أن كل شخص مع غيره وفي نطاق هذه الحرية يتقيد مع الآخرين، حتى لا يجعل المشرع يتدخل بهذه القسوة التي قد تفقد هذه الحرية معناها أو قد تفقدها كاملة. لن أطيل عليكم وأقول لكم إلى اللقاء في أستوديو.